طيب تعال نشوف بقى الأمثلة. قلنا نشوف أمثلة أحسن من إن إحنا نقعد نشرح، طبعا الكلام يبقى شفوي. تعال نشوف الإكزامبلز اللي معانا. أول حاجة البيزك أوبريشن اللي هي حاجة عادية جدا. تمام، أنت بتتشيك على حاجة مثلا بكومباريزون. تمام، فبيقول لك أنا كريت تيبل اسمه مثلا برودكت. تمام، ليه أي دي، ليه برايس، حطيت عليه كونسترين البرايس إن البرايس بتاع أي برودكت لازم يكون طبعا أكبر من زيرو. تمام، فبالتالي أنا ما عنديش، هيبقى عندي برايس مثلا أو برودكت مثلا البرايس بتاعه يكون اقل من صفر، فدي استحاله، او يساوي صفر حتى، او لازم يكون اعلى من صفر. تمام، فده تيبل البرودكت عندنا. تمام، تعالى كده نكريته. كوماندز كوليكت سكسسفولي. تاني حاجه عندنا هي الاند ديت. الاند دي يعني باختصار كده، هو انت بتبقى مديها كذا كونديشن، الكونديشن اللي قبليها والكونديشن اللي بعديها. اي اند قبليها كونديشن وبعديها كونديشن. تمام، لو الكونديشن اللي قبليها تمام طلع بفولس، انا مش هكمل الكونديشن اللي بعد كده. طب ده معناه ايه؟ تعال نشوف مثلا. قلنا هنكري تيبل اسمه مثلا امبلويز، ليهم اي دي، ليهم ايج، ليهم سالري. هحط كونسترين على السالري ده. تمام، هبص على السالري، هل السالري اكبر من 1000 وفي نفس الوقت الايج اكبر من 18 ولا لا؟ تمام، يبقى انا همشي ازاي؟ انا هي هم بيتعاملوا كده مع الاند، مثلا السيستم بيتعامل كده مع الاند اوبريشن. بيقول لك ايه مثلا؟ هل السالري اكبر من 1000؟ تمام، لو انا بصيت لقيت السالري اكبر من 1000 هكمل الكونديشن. خلاص دي طلعت لي ترو، يبقى دي كده طلعت لي ترو. مع اول فولس هتقابلني انا هوقف مش هكمل. هل الايدج اكبر من 18؟ لو قال لي بترو يبقى انا كده تمام وهقبل القيمه. تمام، لان خلاص لقيت السالري اكبر من 1000، ولقيت كمان ان الايدج بتاعه اكبر من 18، فانا بالتالي كده هقبل منه الكونديشن بتاعي. طب تعالى نتخيل مثلا ان السالري بتاعي جيت وانا اول حاجه دخلت عليها السالري بتاعي كان 500، فانا دخلت هنا ان ال 500 مش اكبر من 1000، فبالتالي خلاص انا كده مش هقبل قيم ومش هضطر ان انا اروح اتشيك على الكونديشن ده. خلاص من اول كونديشن ما دام طلع لي فولس يبقى انا كده خلاص مش محتاج ان انا ابص للكونديشن اللي بعديها. دي كده كانت الاند اوبريشن. تالت حاجه عندنا هي الاور. تعالى نتخيل مثلا ان احنا عندنا تيبل اسمه اوردر. احنا لسه ما كريتناش طبعا الاند، فنكريتها كده. تعال نبص على الاور بقى. كرييت تيبل اوردرز، عندنا اوردر اي دي والاوردر ستيتس. تمام، والاوردر كوانتيتي. طبعا حاله الاوردر بتكون بيندنج او تشيبد، يعني اللي هي مثلا قيد انتظار، او لسه مثلا ما جاش موافقه عليها، او لسه ما اتاكدتش، ما تعملناش كونفيرم يعني، او هي خلاص اتعمل لها كونفيرم، او وصلت، يعني خلاص وصلت للكاستمر يعني. ولينا الكوانتيتي طبعا بتاعتها. بيقول لك ان انا احط كونسترين مثلا اسمه تشيك ستاتس كوانتيتي. ده معناه ايه؟ ان هو هيتشيك على الستاتس والكوانتيتي مع بعض. فبيقول لك هيتشيك ازاي بقى. اول حاجه تعالى نتكلم الاول عن الاوردي. يعني مش هنقول عكس الاند، بس هي يعني عكس الطريقه اللي بتشتغل بيها الاند. احنا قلنا الاند بتشتغل ازاي؟ بيتشيك على الكونديشن اللي قبليها، لو ترو بتروح للي بعديها، طب لو مش ترو بتروح خارجه اصلا وما تكملش. الاور بقى عكسها. بيقول لك ايه مثلا؟ انا عملت تشيك مثلا على الستاتس بتاعتي، الاوردر بتاعي بعد مثلا ما الكاستمر طلب الاوردر تمام. هل الاوردر ده في حاله البيندنج، يعني هو لسه اصلا ما توافقش على الاوردر تمام. في الحاله دي لو دي طلعت لي ترو، انا مش محتاج ان انا اروح اتشيك هنا بقى. يعني في حاله ان اي اور لو اللي قبليها دي طلعت بترو، انا مش محتاج اتشيك على اللي بعديها، خلاص بروح خارج واروح مكمل ايه، ادخل البيانات بتاعتي يعني الباقيه عادي، مش تفرق معاك الكوانتيتي ساعتها هتبقى بكام. تمام، لو هو في حاله البيندنج. طب ليه مثلا؟ لا تعالى نشرح كده مثلا الكونديشن ده. لو هو في حاله البيندنج يبقى اكيد في سبب. ممكن من ضمن الاسباب ده ان الكوانتيتي مثلا ما تكونش مثلا موجوده. يعني عادي في حاله البيندنج مثلا ان هو لسه ما توافقش عليه، ان مثلا الكوانتيتي بتاعتنا بزيرو. تمام، الكوانتيتي بتاعتنا دلوقتي للاوردر هي بزيرو، عشان كده احنا حاطينه في حاله البيندنج. تمام، طب افرض ان انا جيت كده، هل الستاتس دي مثلا لو جينا شلنا بيندنج دي وحطيناها مثلا ان هي كونفيرم او تشيبد اصلا، يعني اتشحنت خلاص. تمام، يبقى انا كده الكونديشن ده كده مش هيتحقق. يعني الستاتس ايكوال بيندنج ده مش هتتحقق لان هي خلاص اتشحنت. تمام، فاضطر ايه؟ اروح على الكوانتيتي. تمام، لازم الكوانتيتي دي تكون اكبر من زيرو. تمام، يعني ازاي هو اتشحن وانا ما عنديش اصلا منه مثلا كميه، اللي انا ما عنديش مثلا منه حتى اوردر واحد. فبالتالي لو دي اكبر من زيرو يبقى انا كده برضو عندي الكونديشن كله اتحقق ومش هخرج. يبقى انا لو خرجت من ديت الكونديشن ده فولس. تمام، لو رحت على اللي بعده لقيته بترو، خلاص انا كده برضو الكونديشن عندي اتحقق. يبقى انا بدور في الاور على الاقرب فرصه ان هي تطلع لي ترو. تمام، بس كده. طب احنا ما كريتناش اصلا التيبل بتاع الاوردرز ده. تعال نكريته كده تمام مع بعض. ليه كريت؟ تعال نخش بقى اللي بعديها. بيقول لك ايه ده؟
النوت. تمام، النوت بيقول لك ايه، كاري تيبل اسمه كاستمر، الكاستمر دوت هيكون ليه اي دي، وهيكون ليه برضو عندي كولوم اسمه ايز باند. ايز باند دي بتوضح لي اذا كان لو كان الايز باند دي ب1 او بترو، يبقى هو كده مش هينفع يطلب مثلا اوردرات. لو ايز باند دي هتبقى بزيرو او فولس، هيكون ان هو ينفع يطلب اوردرات عادي. فانا هعمل كونسترين اسمها تشيك نوت باند، بياخد التشيك كونسترين، هتشيك لو الايز باند دي نوت ايكوال 1. تمام، هو يبقى ده كده معناه ايه، ايز باند ايكوال 1. انا عايز بقى لو هو مش ايكوال 1، يعني هو دلوقتي مسموح له يطلب اوردرات، هي بتنفي اللي بعديها بمعنى اصح. هو بيقول لك هنا ايز باند ايكوال 1، يعني الاكونت ده واخد ان هو بان يعني. لو انا عايزه بقى لو هو مش واخد بان، اقبل عادي القيم ودخلها. تمام. بعد كده عندنا، تعال نكريت بس الاول التيبل دوت عشان نتشيك على كل ده في الاخر. تالت حاجه او يعني مش عارف دي رابع حاجه باين، ان هو اليوزنج زي ما تقول كده ايه، اللي انت بتستخدم براكتس كتير مثلا، او جروب مثلا كتير. اول حاجه عندنا بيقول لك كريت تيبل اسمه يوزر، ليه اي دي وليه رول وليه الماكس بروجكتس مثلا اللي هو يكون عاملها او اللي هو شغال عليها. هحط انا كونسترين اسمه رول بروجكتس بالتشيك. التشيك كونسترين دي هتشيك على كذا حاجه. اول تشيك عندنا هيكون على دوت. تمام، اللي هو هيتشيك على ايه، ان الرول بتاعه ادمن، ان هو يكون ادمن عندي. تمام، وفي نفس الوقت الماكس بروجكت بتوعه مثلا يكونوا اكبر من او يساوي ال 10. تمام، فانا كده هتشيك على ده الاول. تمام، وبعد كده اخش على الاور. طبعا انا لو لقيت ده بترو، هو اكيد هيبقى الرول بتاعه لا ادمن لا مانجر لا يوزر. تمام، تعالى نتخيل كده مثلا ان الرول بتاعه مش ادمن، ان الرول دلوقتي بتاعه هو مش ادمن، فبالتالي كده انا ده كده البراكس ده كده هيطلع لي كله فولس. تمام، احنا قلنا ايه، ان اي فولس تطلع وبعديها اور احنا بنكمل عادي. خلاص، دي الفولس دي بعديها اور هنكمل عادي. طب افترض مثلا ان الرول بتاعه مانجر. تمام، الرول مانجر ديت والماكس بروجكت بتوعه بيقول لك اللي هي لازم تكون بتوين، والبتوين دي لسه هنشوفها تحت، اللي هي ال5 اند ال10، يعني بمعنى اصح ان هي تكون ما بين الخمسه والعشره. تمام، طب لو الرول بتاعته مانجر، دي كده هتطلع لي مثلا ترو، وهو مثلا البروجكت برضو بتوعه من 5 ل 10، يبقى ده كده البراكس ده كله هيطلع لي ايه، هيطلع لي ترو. فبالتالي انا مش هحتاج ان انا اتشيك على الكونديشن اللي بعده اللي هو يوزر. هو خلاص الرول بتاعه، اليوزر اللي دخل ده الرول بتاعه مانجر خلاص. تمام، طب نتخيل مثلا ان الرول بتاعه مش مانجر وهو يوزر، فبالتالي الكونديشن ده كده كله البراكس دي هتطلع لي فولس، وما دام في فولس بعديها اور يبقى انا بكمل عادي. يبقى انا كده هكمل عادي، ما قدامنيش غير حاجه واحده، ان الرول اللي دخل فعلا يكون يوزر والماكس بروجكت بتاعته مثلا اقل من ال5. تمام، فده كده كان لما تحب تستخدم جروب مثلا التشيك كونديشن تخش على الجروبس كتير. تمام، تعال كده نكريت برضو التيبل دوت. بعد كده عندنا حاجه اسمها الان ديت بيقول لك هكاري التيبل اسمه انفنتوري. الانفنتوري دي اللي هو المخزن، ليه اي دي وليه كاتيجوري. طبعا انا المخزن بتاعي ممكن يكون مثلا ليه كذا كاتيجوري، بس كاتيجوري محدده انا مدخلها. تمام، فبيقول لك هعمل كونسترين اسمه تشيك كاتيجوري. ايوه، وهستخدم فيه التشيك كونسترين اللي بعد كده هتشيك على ايه، هتشيك على الكاتيجوري دي. وبعد كده كتبت كلمه ان. كلمه ان دي معناها ان الكاتيجوري، القيم اللي انا هدخلها في الكاتيجوري دي لازم يكون واحد من الثلاثه دول، لا الكترونكس او كلوذينج او بوكس. تمام، فما ينفعش تكون اي حاجه من ديت، ما ينفعش تكون مثلا ايه اي حاجه غير ديت اقصد. اللي هي الكاتيجوري دي لازم تكون موجوده في لا اما الكترونكس لا اما كلوذينج لا اما بوكس. جربت تدخل اي حاجه ثالثه او اي حاجه رابعه مش هتتقبل منك. تمام، البتوين بيقول لك ايه، البتوين طبعا يعني حاجه برضو تكون سهله شويه. بيقول لك انا عندي درايفرز، الدرايفرز ده ليه اي دي وليه ايدج، وعايز تشيك على الايدج بتاعه. الدرايفرز ده اللي هو السائق مثلا بتاع الشركه، ان هو يكون ما بين 21 و60. فبدل ما انا اقعد اكتب ان الايدج دوت لازم يكون مثلا اكبر من 21، وفي نفس الوقت الايدج دوت مثلا يكون اصغر من ال60، بدل ما اعمل كل دوت فانا بروح كاتب ان هي تكون بتوين مثلا 21 و60. تمام، فده كده كان البتوين. تقريبا احنا ما كريتناش التيبل بتاع الانفنتوري، برضو التيبل بتاع البتوين، بتاع التشيك بتاع البتوين. ودلوقتي عندنا التيبل اللي اسمه لايك. طبعا هو بيقول لك كرييت تيبل، مثلا عندي ايميلات للكاستمر دي او لكل الموظفين يعني. فانا بالتالي الايميل عندي هيكون لي هحط عليه كونسترين. ايه الكونسترين، هسميه تشيك ايميل فورمات. تمام، اللي تشيك بتاع الايميل دوت بيقول لك لايك مثلا علامه البرسنتج دي، بعد كده بعد كده علامه البرسنتج دي. معناها ايه، اللايك دي اصلا هيكون ليها ان شاء الله فيديو لوحده هنتكلم فيه عن الكونديشنز بتاعتها. بس يعني عشان نفهم دلوقتي، عشان هي بما ان هي طبعا بتتحط مع التشيك كونسترين، انا بتشيك على اي ايميل ان هو يكون موجود فيه حرف الات. اي ايميل لازم يكون فيه حرف الات اللي هو اللي هو الحرف ده.
او مثلا الكاركتر ده لازم يكون موجود، تمام. وقبليه لازم يكون كلام، وبعديه لازم يكون كلام، او مش بعديه هنا، بعديه هنا لازم يكون كلام، تمام. فانا بالنسبه لي العلامتين دول اللي هي العلامه مثلا المودولس دي او علامه في المية ديت، بالنسبه لي ان هي يعني اي كاركترز، يعني انا لازم يكون انا عندي كاركترز وفي النص كده ات، وبعد كده اي كاركترز تاني، مش مهم العدد. فانا بتشيك على كده دي الفورمات بتاعت الميل اللي انا بتشيك عليها، تمام. تعالى بقى دلوقتي ان شاء الله هنخش بقى نتشيك على كل التيبلز اللي احنا عملناها ديت، وندخلها القيم مره صح مره غلط، ونشوف ايه اللي هيتقبل. اول تيبل عندنا كان البرودكت. تعالى نجرب ندخل قيم في البرودكت تيبل. طبعا احنا كان عندنا الكونسترين بتاع التشيك بيقول لك ايه، ان البرايس لازم يكون اكبر من زيرو. فانا لو دخلت هنا اي دي مثلا واحد، ودخلت البرايس بتاعه مثلا زيرو، مش هيقبل مني عشان البرايس بزيرو. فلو دخلت برايس مثلا هنا ب 50 هيقبلها مني عادي. ده كده كان اول تيبل اتعمل. تاني تيبل كان بيتكلم على الامبلوي، اللي هو محتاج السالري يكون اكبر من 1000 والايج يكون اكبر من 18، تمام. فندور هنا على التيبل اللي اسمه امبلويز اهوت. نعمل اديت كده فيه ونحاول ندخل قيم. مثلا عندي الاي دي مثلا 100، الايج مثلا تعالى ندخله اول حاجه 10، وندخل السالري صح نحط مثلا 10000. لو جينا نزلنا في غلط في السترين، تمام. وفي الكولوم اللي اسمه ايج، تمام. فانا كده لازم اجي هنا اخليه مثلا 20، ونزلت كده هيقبل مني القيمه عادي جدا. ده كده كان الاند، تمام. والاور عندي هو بيتكلم في الاوردر. طبعا في حاله الاوردر انت طلبت اوردر والاوردر ده لسه ما توافقش عليه، فانا كده هتشيك هو ما توافقش عليه، يبقى كده الكوانتيتي لازم مثلا اكيد انا ممكن ما يكونش عندي كوانتيتي كافيه. مثلا طلبت اوردر 10 كوانتيتي، انت محتاج 10 مثلا حتت مثلا من البرودكت ده، تمام. فانا مش عندي، ما عنديش يكمل كده. فانا كده هتبقى انت الحاله بتاعتك بيندنج، ومش هضطر ان انا اتشيك على الكوانتيتي. انما في حاله ان الاوردر اصلا اتعمل له تشيب او خلاص يعني وصل او في الطريق، فانا بالنسبه لي كده مش هحتاج. فبالنسبه لي الكونديشن ده هيبقى بفولس، فلازم انا اتشيك على الكوانتيتي ديت، ان انا لازم يكون عندي ما دام هو اتشحن، فبالتالي انا عندي اكيد كوانتيتي موجوده، يعني عندي قطع منه موجوده، عشان كده انا شحنت، تمام. فهنخش على الاوردرز. لو جيت هنا عملت edit وكتبت اي دي مثلا مثلا 50، خليت مثلا الستيتس بتاعته بيندنج مثلا، وهنقول مثلا ان الكوانتيتي هو بيندنج. فانا لو كتبت هنا زيرو هل هتتقبل ولا لا؟ تعالى كده نشوف مع بعض. هي اكيد هتتقبل. فلو نزلنا كده هتتقبل. فواحد يقول لي هتتقبل ازاي؟ هقول لك اول حاجه، هو داخل هنا الستيتس بيندنج دي، هل هي بترو ولا فولس بالنسبه لي دلوقتي في الاوردرز؟ فهتقول لي فعلا بترو. فخلاص ما دام ترو وبعديها اور يبقى انا ما بكملش. ما دام في ترو وبعديها اور انا ما بكملش، مش محتاج اكمل اصلا، تمام. انما لو جينا مثلا عملنا هنا مثلا اوردر مثلا هنا الاي دي 51، وحطينا مثلا السيس بتاعه مثلا اتشيبد مثلا، تمام، خلاص. وحطيت مثلا هنا الكوانتيتي صفر برضو. فانا هنا هيقول لي في غلط. في غلط ازاي؟ انت منين بتقول لي مثلا ان الاوردر دوت حصل له تشيبد خلاص، او هو خلاص بيتشحن او اتشحن، وفي نفس الوقت انت ما عندكش كوانتيتي منه؟ طب شحنته ازاي؟ تمام. فلازم برضو اما اجي اعمل هنا احط القيمه اللي هي آه طبعا أنا فتحت هنا حاجه غلط. قيمه اللي هي بندنج كده، قيمه بندنج دي واحده، تمام. لو جيت نزلت كده هيقبلها منك. ده كده كان على الاور. تعال نتكلم في النوت. بيقول لك ان في كاستمرز. تعال نشوف الكاستمرز هيكون ايه. لو جينا هنا عملنا كليك يمين edit top 200 رو، قال لك الكاستمر اللي تشيك كونسترين اللي كان عليه، بيقول لك ان تشيك كونسترين نوت ان هو يكون نوت باند، يعني لازم يكون از باند. دي لو قيمتها 1 يبقى كده بالنسبه لي الاكونت ده هيكون باند ومش هقبله، انما لو هو مش باند انا هقبله. فلو جينا هنا عملنا مثلا اي دي مثلا 9، وقلنا مثلا ان هو مثلا اه 1 اللي هي بتو، يعني هو كده مش هيقبل الاكونت عشان هو بان، تمام. انما لو خليناها بزيرو اللي هي قيمه فولس هيقبلها مني، يبقى كده الاكونت او الكاستمر بتاعي يقدر يطلب اوردرات عادي. فده كده كان على النوت. طبعا البراكتس او الجروب، تمام، بيتعمل ازاي. ده كان على التيبل اللي اسمه يوزرز. تعالى كده نشوف يوزرز مع بعض ونجرب ندخل القيم. قال لك حاجه، اول حاجه مثلا تعال ندخل اي دي مثلا وليكن 1000، تمام. الرول بتاعته طبعا هنتكلم في ايه بقى، ان احنا محتاجين ان الرول ديت برضو محتاجينها تكون، معلش احنا عايز بس اوصل لحاجه تكون تكون مثلا ادمن او مانجر او يوزر، تمام. لازم يكون حاجه من الثلاثه دول. فتعالى ندخل مثلا ان هو يكون مانجر. قلنا مثلا لو هو ادمن ودي طلعت بفولس، دي كده هيطلع لي فولس، هو مش ادمن مثلا حاليا.
نقول مثلا ان هو مش ادمن. فبالتالي انا دي طلعت بفولس وبعديها اند، فانا مش محتاج اكمل كل دي والريزلت هيكون فولس. طب فولس بعديها اور بقى، يبقى انا كده بضطر اكمل لحد اما اقابل الترو اللي هقابلها. فلو دخلنا مثلا هنا ان هو يكون يوزر، وحطينا مثلا الماكس بروجكت بتاعته اكبر من 5 مثلا، طبعا هو كده مش هيقبل. فلو رحنا كده كتبنا يوزر مثلا وكتبنا ان هو اكبر من 5 يكون 10 مثلا، مش هيقبل، لان ما دام هو الرول بتاعته يوزر لازم يكون اقل من او يساوي الخمسة. لو قلنا 4 هيقبلها عادي. تمام. ده كان الجروب مثلا على التشيك كونسترين. تعال نتكلم بقى في الكاتيجوري عفوا اللي هي تكون الان. لو رحنا على الانفنتوري كده وبيقول لك هتشيك على ايه، ان الكاتيجوري اللي هتكون عندي في المخزن هم ثلاث حاجات بس: الكترونكس، كلوذينج، او البوكس. تمام. فلو رحت على الانفنتوري كده وعملت edit to 200 رو وكتبت اي دي مثلا 66 مثلا كده، وكتبت الكاتيجوري بتاعتي مثلا بوكس مثلا، تمام، ونزلت كده هيقبلها مني عادي. نروح على البتوين اللي هو زي بالظبط جريتر ذان والليس ذان، على التيبل اللي اسمه درايفرز. لو عملنا edit top to 100 رو قال لك الاي دي مثلا نحط 33 كده. هو محتاجه مثلا لو كتبنا هنا مثلا 3 ونزلت مش هقبل، لان انا لازم يكون ما بين 21 و60. لو كتبت هنا 50 هيبقى تمام وهيتقبل مني. تعال نروح بقى لاخر حاجه عندنا. هو الفيديو طول معلش، بس هو الفيديو ده هيكون مهم جدا ان شاء الله، عشان ليه كذا كونديشن او ليه كذا كونديشن للتشيك كونسترين. فلو رحنا على اللايك دلوقتي، انا بعمل كريت تيبل اسمه ايميلز مثلا، ليه اي دي وليه ايميل، ولازم الفورمات بتاعت الايميل دي زي ما قلنا قبليها اي حروف وبعديها اي حروف، بس لازم يكون متواجد فيها اللي هي علامة الات. تمام. فلو رحنا على التيبل اللي اسمه ايميلز كده وكتبنا اي دي مثلا 10، وكتبنا الايميل مثلا وليكن مثلا احمد دوت كوم مثلا، ومفيش حرف الات، وجيت انزل مش هيقبل مني إن كده مفيش الحرف الات. فلو جينا مثلا كتبنا هنا كده عند احمد دي مثلا @gmail مثلا دوت كوم، وجينا نزلنا كده هيلاقي حرف الات فهيقبلها مني. فده كده كان الفيديو معانا النهارده، بيتكلم على التشيك كونسترين والسنتكس بتوعه، واتكلمنا برضو عن الاند والاور والنوت والجروب اوف كونديشن بتاع البراكتس يعني، والكومباريزون والان والبتوين واللايك. طبعا اللايك هيكون ليها فيديو ان شاء الله لوحده. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، واسف ان الفيديو طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.